السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم حلوى ديال الزمن الجميل، حلوى البوق او حلوى البتي فور. كتجي بنينه بزاف، كتجي هشيشه، مذاق رائع. تبعوا معايا الفيديو. الحلوى غادي نحتاجو رابعه ديال الزبده بعبار 125 غرام ديال الزبده، تكون بحراره المطبخ. غنضيفو نصف كاس ديال السكر كلاصي بعبار 50 غرام ديال السكر كلاصي. غنضيف القليل من الفاني، قبصة ملح. من بعد نبداو نخلطو في هاد المكونات حتى كنحصلو على خليط كريمي. من بعد نضيفو زيت المائدة بعبار 45 غرام، 45 ml ديال زيت المائدة بعبار بكاس العنبة، نص كاس ديال العنبة. من بعد نضيفو مايزينا او نشا الذرة. انا عندي 50 غرام ديال المايزينا بعبار بكاس العنبة، نص كاس ديال العنبة. كنجمعو هاد المكونات. وغادي نضيف الدقيق الابيض فورس. الكمية ديال الدقيق من بعد ما نسالي نعبر معكم الكمية. بالعادة انا كنضيف الدقيق على حسب الخليط. الدقيق ضروري ما تغربلوه. الدقيق كنضيفوه بشوية بشوية. الثاني ديال الطحين. غنزيد نضيف نص كاس ديال الدقيق الابيض. ونستمر في الخلط. العبار في المجموع ديال العبار ديال الدقيق 250 غرام ديال الدقيق الابيض، رابعة ديال الدقيق. من بعد نضيف خميرة الحلويات. شوفوا العجين اللي حصرت عليه، عجين رطب باش كتسهل الخدمه ديالو في الذوق. بالنسبة للبوق استعملت البوق بهذا الشكل هذا. تقدروا تستعملوا البوش، تقدروا تستعملوا البوق بالطريقة العادية. كنبداو نشكلو فيها في هاد الشكل هذا. ممكن تشكلوها بالشكل اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو. هاد الحلوى فيها مكونات بسيطة ودغيا كتوجد، كتجي رطبة، كتجي بنينة بحال المذاق ديال الحلوى ديال اللي كنا كنذوقو شحال هادي. كنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملو الكمية اللي عندنا. من بعد كندخلوها الفران حتى كتحمر ونخرجوها دغيا كتحمر. من بعد ما طابت لينا الحلوى كتجي على هاد الشكل هذا، كتقادر راسها. ممكن تزينوها بالشوكولات، ممكن تخليوها بهاد الشكل هذا.
شوفوا معايا لداخل كي كتجي هشيشة، والحلوى قد ما بقات قد ما كتزيد ترطاب. كنتمنى هاد الحلوى تكون نالت إعجابكم، جربوها وردوا عليا في التعاليق. ألقاكم في فيديو قادم مع وصفة جديدة وبالصحة والراحة.